السلام عليكم ورحمة الله. خوتي خواتاتي، كيف الحال والأحوال؟ كنتمنىكم تكونوا في أتم الصحة والعافية، ومبروك عواشركم باش ما تمنيتوا الصحة والسلامة والعافية. اليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعضياتنا واحد المسمن اللي كيجي بالخضرة، كيجي صراحة أكثر من رائع. وهذا المسمن هذا راه كيجي يعني تبارك الله، كيجي رطاب وهشيش ومعمر بالخضرة، الخضرة اللي كتواجد عندكم ان شاء الله بحول الله. وقبل ما ندوز للوصفة، لاول مرة كيشاهد القناة ما ينسانيش في اللايكات والبارطاج، وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء مع الاحباب باش تعمل فائده. وكنشكر الناس اللي كيخليو تعليق محفزه مشجعه، شكرا لكم والف شكر. ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا في قناه عالم ديدان. ندوزو ان شاء الله دابا الوصفه ديالنا. هنايا عندي درت الفلفله حمراء والفلفله خضراء قطعتها مكعبات صغار، والبصله حتى هي قطعتها مكعبات صغار. وعندي هنايا القزبر ومعدنوس، وعندي الثومه اللي يعني حكيت واحد جوج فصوص ديال الثوم. هادو هما المقادير اللي عندي. نتوما الا بغيتو تزيدوا مثلا كورجيت، بغيتو تزيدوا خيزو حتى هو راه كيجي زوين صراحه. والفلافل كانت عندي الخضراء والحمراء، هما اللي لقيتهم في الثلاجه، قلت اجي نوجد بهم هذا المسمن هذا. وحنا كنعرفوا هادشي راه غالي، الخضره غاليه، الله يرفع علينا هاد الغلاء يا ربي سيدي ومولاي. وفي التتبيله درت الزيت، ودرت هنايا الفلفل الاحمر، ودرت السكنجبير، ودرت الخرقوم البلدي، ودرت الملحه والربيع. عندي هنايا قزبر ومعدنوس. وصافي دابا كيما غنحطها فوق البوطه وغادي نشحر هادشي كامل ان شاء الله بحول الله. وغادي نوريكم الطريقه كيفاش كنعمر وكيفاش كيصاوب هذا المسمن. والعجينه راه خليتها كترخف. وعلى فكره اليوم كما كيبان لكم اليوم اختي دايره الحريره، باقي كاع ما كتبان لكم، خلات هادشي طراب، باقي ما دازتش المرحله المواليه. وقلنا علاش لا، بقيت انايا شويه ديال الخضره في الثلاجه، حيت اجي ندير مسمن مع الحريره. وراكم عارفين دابا الحال بارد، كتعاشر على الحريره والمسمن ديال الخضره وديال الشحم. بون خليكم معايا. هنايا عندي المسمن ديالي اللي العجينه ديالها، العجينه اللي زادت فيها شويه ديال الملح، وجمعتها بالماء دافي، راكم عارفين دابا الماء بارد، ودرتها الكويرات وغنخليها هنايا ترخف، والحشوه ديالي راه كطيب. وخليكم معايا. هنا كما كيبان لكم غنتسنى الخضره ديالي تتهبط ان شاء الله بحول الله، وغنخليها تتهبط ليا مزيان. عاد غادي نعمر بها المسمن ديالي اللي كما خليتكم وريتكم بان عفوا الكوارع ديال المسمن خليتهم كيترخفوا. ودابا غنطيب الحشوه كما كتبان لكم، ها هي راه مازال ما طابتش ليا مزيان. ان طيب غنطفي عليها ونخليها تبرد. من بعد ما طابت ليا الحشوه ديالي، وعلى فكره لقيت واحد الكورجيت حتى هي قطعتها رقيقه حتى هي وزدتها على الحشوه ديالي. واللي بغى يزيد مثلا الحار يضيف الحار، انا كاين اللي عزيز عليه مثلا مسمن يكون حار، او اللي عزيز عليه الحار بصفه عامه. المهم طابت لي الحشوه ديالي اللي هبطت ليا، دابا غنخليها حتى تبرد مزيان، عاد غنعمر المسمن ديالي. غنعمر المسمن ديالي بديك الحشوه. غنخدم معكم مسمنه وحده، راه تبارك الله كتعرفوا كيفاش تعمروا المسمن. انا غير بغيت نشارك معكم هذه الوصفه، هذه راه ديجا منزلاها عندي في القناه، والحريره حتى هي راه منزلاها في القناه، راه كتجي حتى هي خاطره، كتجي رائعه. تبعوا غير الطريقه. واحد شحال هذه ما تواصلت معكم، يعني راكم عارفين هادشي راه غالي. يعني قولوا لي في التعاليق شنو بغيتوا، واش نبقى ندير لكم الفلوغات، ولا نبقى نطيب لكم نطبخ لكم بحال هكا، ولا اش غندير؟ اللي بغيتو انا معاكم ماشي مشكل. صافي غنعمر مسمن ديالنا كما العاده، وغنطويوه على 4. غنطويوه على 4 كما العاده. العشاء ديالنا ها هو كما كيبان لكم واجد، تبارك الله صلى على النبي. ها هو المسمن
راه كيجي رطب وكيجي لذيذ، يعني كنتمنى انكم تجربوه، لانه مع الخضره الوليدات هما غيوليو ياكلوه، حيت اغلبيه حنا كنعرفوا الوليدات ما كياكلوش الخضره، ولكن بهذه الطريقه هذه غيوليو كيحماقوا عليه. والحريره ديالنا كما كتبان لكم حتى هي واجده، الحق يا اختي اللي صايبتها ماشي انايا، وراه كتب شويه ديال التميرات. اللي كنتمنى العشيوه ديالنا تنال الاعجاب ديالكم، تنال الاستحسان ديالكم، ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنقول لكم الصحه والراحه، وحتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، فكره جديده. استودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه.